محاولة إلى الأمام لمصلحة يجوب هنا كرة وانطلاقة إلى الأمام بالعرضية المرسلة خطيرة هنا من الجهة اليمنى العرضية المرسلة لحظة البارسا بعرضية مرسلة الله انطلاقة من اليمين بعرضية مرسلة لمصلحة سيلتا فيغو لمصلحة هذا الفريق بطولة الدوري هذا الموسم. الكرة ملعوبة إلى الأمام لكن هنا أساسيا في هذه المباراة الكرة ملعوبة أماميا. لم يبدأ المباراة الماضية كان هناك رافينيا الذي قدم مباراة كبيرة هناك في بطولة دوري الأبطال. إذا بالدي من جد خطيرة هنا المحاولة أسباس بكرة ملعوبة الله لا 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 أسباس بمنتهى الذكاء والحنكة والدهاء أتى بكرة خطيرة الكرة خطيرة المحاولة خطيرة الله. الفريق الضيف يضرب أولا هنا الآن ويسجل أول الأهداف. إنه النرويجي يورجن من أصاب المرمى ومن أصاب الشباك الناعمة والهادئة هنا في الدقيقة 19 من زمن شوط المباراة الأول. يا الله على بداية المباراة وعلى الهدف الغير الله لا 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 يا جواو لا هذا لا يصح. أتيت عاشقا نعم أتيت مستمرة الكرة من الجهة اليمنى الفرصة هنا ونادرة خطيرة هنا يا الله الصورة خطيرة هنا روبرت ليفاندوفسكي الله يا إلهي على هذه الكرات وعلى الوصول السهل من جانب سيلتا فيغو. أقولها بمنتهى الحق في مباراة الكلاسيكو مباراة الخسارة 4 يعني ينبغي أن تكون هنا حاضرة إلى الأمام. الكرة الملعوبة اتخاذها خارج أرضية ملعبه لكن سترتكب المخالفة. إذا ديونج يترك أرضية المرسلة والخطورة الواضحة ولكن حارس المرمى العميق كمركز وكلاعب الرجل مطالب بأن يكون الهداف الأول وجلب من أجل ذلك هنا بالنسبة للبارسا من جيزة والعرضية المرسل الله هنا خطيرة يا الله لا تريد الدخول رأفة هنا في اللقطة الماضية بأصحاب الدار. الكرة الماضية مرت وعبرت إلى خارج أرضية الملعب لكن يا إله الخطورة كلها العرضية ولكن سهل الإيار في هذه المباراة في كل مكان هنا عبر قنوات بي إن سبورت. صافرة قاضي المباراة ماريو ميليرو تعلن نهاية الشوط الأول بتقدم سيلتا فيغو. روميو الذي ترك أرضية الملعب وبالتالي يحيي هنا أراوخو بهذه التحية التي تبين مدى التقدير الكبير لهذا الاسم ولهذا اللاعب. في الجانب الآخر ماركوس ألونسو الظهير الأيسر من ترك أرضية الملعب ويأتي اللاعب البديل هنا لامين جمال اللاعب الخط الخلفي. الكرة ملعوبة إلى الأمام هنا الفرصة وهنا الكرة الطويلة الملعوبة لكنها مصلحة سيلتا فيغو. المباراة سريعة والمباراة ممتعة والمباراة في الشوط الأول من المباراة لجواو فيليكس وبعد ذلك العودة إلى خارج أرضية خطيرة. هذه الكرة إلى الأمام هنا الفرصة داخل منطقة الجزاء على هذه الكرة أسباس والحديث لحكم المباراة لميليرو حكم المباراة ماريو ويبدو أن هناك أمباسة الخطيرة من هذا المكان تسديدة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. جميلة من روبرت رائعة من ليفاندوفسكي كحل من الحلول عندما تستعصي عليك أمام الجميع. الكرة ملعوبة أمامية للبارسا إلى الأمام قاضية وموجعة مر بكرة ملعوبة لامين يامال أو لامين جمال بمعنى القاضية هنا الآن قد تأتي سيلتا فيغو أمامية. الفرصة خطيرة في هذه اللحظات يمر أراوخو هنا الآن تسديد الله لا تزال خطيرة للبارسا ولكن حارس المرمى أين أنت يا أراوخو من زمان المنذر الذي لديه بطاقة صفراء يترك كانسيلو والعرضية المرسلة حارس المرمى مر هنا الله يا فران يا توريس ما الذي فعلت؟ كيف أضعت الكرة الماضية؟ ماذا أصابك يا رجل؟ ما الذي هنا؟ فاز في آخر مباراتين فعلوا خلال السنوات خطيرة هنا المحاولة فيران توريس مرة أخرى حاول هنا أن يصل أن يعبر بويور بينما هنا كرة أمامية خطيرة وصل الكرة ملعوبة إلى الأمام خطيرة يا الله
أخرى، العرضية المرسلة الخطيرة ولكن إيفان الآن، ولأن ريال مدريد سيلعب مباراة في يوبا إلى الأمام. خطيرة للبارسا، الله على كرة ملعوثر عن ركب المتصدرين على الإطلاق، وعن يفعل ذلك الآن. هنا كرة وهنا تسديدة، جوناثان بامبا مرة أخرى، بامبا مرة أخرى كاد أن يصل وكاد أن يعبر وكاد أن يجدد الذكرى. توريس يترك أرضية الملعب إن لم يسجل هنا كرة، وهنا سهلة تصل لحارس المرمى. نعم، إذا هذا الأمر تشافي هرنانديز في الشوط الثاني من الإطلاق. على الإطلاق أروخو يرى ملعوبة، هنا المساحات وهنا كرة لطرحة، الضربة هي ثاني الضربات من قبل سيلتا فيغو الذي يسجل ثاني الأهداف، وبالتالي يصل إلى المرمى للمرة الثانية في هذه المباراة. نعم، في هذه المواجهة. نعم، أسفي على ما يحدث. هكذا يقول عاشق البارسا ولا مرمى، وبالتالي قال له سجل. المساحات هنا كرة خطيرة، الله يقلص ليفا يقلص الفارق الآن، وبالتالي قد تعود المباراة وقد يعود البارسا في هذه المواجهة. ولكن كرة رائعة من قبل جواو فيليكس الذي يحلق مع البارسا إن أردت اللعب للبارسا. كرة ملعوبة إلى الأمام، رافينيا بكرة ملعوبة أمامية. بارسا الله يعاني كثيرا من يعاند البارسا، ويعاني أقل من يقع في غرام البارسا. الله على كرة مضت هنا وسكنت المرمى عن طريق ليفا من اليمين، يعدل الكفة للبارسا، لكن الكرة الملعوبة الأمامية أروخو الذي بدأ بالكرة إلى رافا هنا رافينيا، وبعد ذلك إلى ليفا. مني كرة ملعوبة إلى الأمام خطيرة للبارسا. يا بالدي الكل ينتظر المشهد السينمائي الذي سأتحدث به عن البارسا. الله، أنا لا أقوى على ذلك يا بارسا الزمن الجميل، بارسا الريمونتادا، بارسا التيكي تاكا، بارسا الأيقونة، بارسا السحر، بارسا المتعة، بارسا الجمال، بارسا الفن المتفرد، بارسا كل شيء. الله على كرة، على الروعة، على ريمونتادا، على عودة البارسا. يا الله يا جواو، أنت من تسللت إلى قلبي، هكذا يقول العاشق البرشلوني. في يوم الغد لك أن تفرح ولك أن تبالغ. بامبا من اليمين هنا، لا خطيرة هنا، مر ولكن إلى خارج أرضية المائية، بينما هنا للتعادل خطيرة هنا، المحال على الوصول إلى دقيقة أول بالفعل. إذا مشاهدينا متابعين في كل مكان، فعلها برشلونة وقلب الطاولة هنا على سيلتا فيغو الذي كان يتقدم بهدفين مقابل لا شيء، وفي 10 دقائق فقط سجل برشلونة 3 أهداف، من خلالها استحق الفوز ومن خلالها تحصل على نقاط المباراة 3 كاملة ليمضي إلى النقطة رقم 16 هناك في صدارة بطولة الدوري، بانتظار ما سيحدث في مباراة الديربي الكبير، ديربي العاصمة الإسبانية مدريد، بين الريال وأتلتيكو مدريد. مشاهدينا